انت مش هتحتاج اي فيديو تاني عشان يشرح لك معنى التجاره الالكترونيه. اعتقد مع بدايه السنه الجديده جه الوقت في 2025 ان احنا هنبدا نعمل بيزنس اونلاين، وما اعتقدش نهائي ان في اي حد في الدنيا دلوقتي ما بقاش مصدق في اهميه البيزنس الاونلاين او امكانيه وصول الناس انها فعلا ممكن تعمل فلوس من البيت. فخليني بقى من غير ما اطول عليك اشرح لك بالظبط البيجنر جايد او دليلك للدروب شيبينج في 2025 وكل التطورات اللي حصلت الفتره اللي فاتت ايه هي، وده هو الفيديو اللي انت محتاجه عشان تبدا في طريق التجاره الالكترونيه. يلا بينا. اولا خليني اقول لك ان الدروب شيبينج حاجه من الحاجات اللي الناس بقالها سنين كتير جدا جدا بتستخدمها وبتستغلها وبتشتغل بيها، وده من اكتر من السبعينات والستينات، ايام قبل ما يكون في اصلا حاجه اسمها اونلاين سيلز او حاجه اسمها انترنت. ودي اعتقد شرحتها بالتفصيل قبل كده، بس عشان احاول اختصر لك الموضوع، الناس مثلا في حاجه زي جي سي باني ده كان متجر كبير جدا عامل زي كارفور يعني، وكان عنده بضاعه ما لا نهايه. فكانت الناس بتعمل ايه؟ بتروح تصور البضاعه دي وبعد كده تطبع كتالوجات وتبعتها للبريد للعملاء، لان خليك فاكر لا كان في تليفونات الا التليفون الارضي ولا كان في حاجه اسمها اصلا لابتوب. وبعديها الكتالوج ده لما بيجي يوصل للزبون بيلاقي ان في عروض معينه على منتجات. لو الراجل اتصل بالتليفون للنمره اللي على الكتالوج وطلب اوردر معين، انا مثلا برد عليه وبقول له طبعا هوصل لك المنتج، بروح اشتريه من جي سي باني وبعد كده بروح اوديهوله وباخد طبعا انا الفرق اللي هو الجزء الربح بتاعنا. فنهايه الموضوع هو ده الدروب شيبينج زمان. دلوقتي خليني اشرحه لك بكل بساطه. الصين بتعرف تنتج كويس جدا، امريكا عندها قوه شرائيه عاليه جدا، فالناس اللي في الصين لما بتعرف تنتج بدات انها تحط حاجات على حاجه اسمها علي اكسبرس، او بدا يطلع بقى ويب سايتس جديده كتير جدا اسمها سي جي دروب شيبينج، ميوتشوال دروب شيبينج، وشركات تانية كتير. الشركات دي بتعمله انها بتقول انها عندها منتجات، والمنتجات دي مسموح بيها انك انت تبيعها كدروب شيبينج بزنس. يعني ايه؟ انا بعرف اصنع وانا عايزك انت اللي تسوق لي المنتج بتاعي وتاخد الربح بتاعك. فكل اللي عليك تعمله ان انت بعد كده، بعد ما بتنقي منتج كويس قوي وشايف ان هو ترندنج بقاله فتره، تبدا تعمل له ستور اونلاين وتعمله كأنك بتعمل متجر الكتروني او محل. وبعد ما بتعمل شكله بطريقه ظريفه بتبدا تعمل اعلانات معينه على المنتج ده وتارجت الناس اللي هي في امريكا او في كندا او في اوروبا او في انجلترا او ايا كان البلد اللي انت عايز تشتغل عليها. بعد ما بتعمل كده اللي بيحصل ان لما عميل يجي بيشتري بيقوم دافع لك انت مثلا ثمن الاوردر، فلنفترض ان هو اوردر ب $50 وتكلفه المنتج نفسه ب $10، بيديك انت ال 50، انت بتدي المورد 10، والمورد هو بيتكفل بكل حاجه ليها علاقه باللوجيستكس والسبلاي تشين وان هو يوصل الاوردر للعميل. وكل ده بيحصل انتجريتد بسيستم معين، مش بتعمل اي حاجه ليها علاقه بالتوصيل ولا بتعمل اي حاجه ليها علاقه مع المورد، غير ان انت بس بتدفع ثمن الاوردر بتاعك وهو عنده العنوان، لان كده كده انت موصل المنتج بالمحل بتاعك. في منكم كتير جدا طبعا سمع الكلام ده قبل كده، وده حقيقي لان البيزنس موديل هو واحد، وفي منكم ممكن يكون اول مره يسمعه، فخلي بالك كويس قوي في اللي انا هقوله الفتره الجايه. اهم 3 حاجات انت محتاج تعرفها في عالم الدروب شيبينج ده هو: رقم 1 المنتج، رقم 2 المتجر بتاعك واهتمامك بيه، رقم 3 وهو اعلانك. اي حاجه تانية ولا تشغلك، بوابات دفع بتتحل، اي حاجه انت ممكن تكون بتتخيلها في بالك انها توقف لك مشروعك سيبها على جنب دلوقتي، ودول هم اهم 3 تبدا تفكر فيهم وتبدا تركز عليهم كويس قوي. فتعال ناخد اول خطوه وهي خطوه المنتج، ونبص على اللابتوب ونشوف احنا ممكن نختاره ازاي. طبعا كل ويب سايت انا هخش عليه انا هسيب لكم اللينك تحت عندي في الديسكربشن. فتعال نشوف اول ويب سايت انا دخلت عليه، وهو ويب سايت اسمه سي جي دروب شيبينج. وليه بقول سي جي دروب شيبينج؟ لان هو واحد من احسن الويب سايتس اللي هو فعلا عنده منتجات كويسه قوي، وفي نفس الوقت هو بتاع دروب شيبينج اصلا. قبل كده كل الناس كانت بتتكلم على علي اكسبرس، بس حاليا علي اكسبرس بقى عنده مشكلتين كبار جدا. اول حاجه الكواليتي بتاعت المنتج معظم الوقت بتوصل بايظه جدا. تاني حاجه التوقيت اللي هو بيوصل فيه البضاعه، ساعات بيوصلها في شهر ونص، واحيانا كمان اكتر من كده. فعشان كده انا سي جي دروب شيبينج بالنسبه لي مفيد في كذا حاجه، منها جزء التوصيل ممكن يبقى اغلى شويه في حته الشحن بس بيوصل في 14 يوم، وفي نفس الوقت عنده حاجه ليها علاقه بالكاستمايزيشن. انت مش محتاج بقى تعمل براند وتشتري بالجمله و1000 حته، انت ممكن بقطعه واحده بس تحط اللوجو بتاعك وتعمل بيها اللي انت عايزه. فتعالوا اديكم مثال. انت بقى بدات انت تعمل برودكت ريسيرش، وطبعا ده من اكتر الحاجات اللي هي بتبدا انها ايه، تاخد منك وقت ومجهود. وناس كتير قوي بقى عشان تبقى فاهمين بتسيب المجال ده بسبب الحته دي، انها ما بيكونش عندها حمل تبقى عارفه هي هتبيع ايه، وبتزهق اول ما تحس انها بقى لها فتره بتدور على منتج. الفتره دي في الاخر ممكن يومين 3 مثلا. فلا يا باشا، الموضوع محتاج مجهود ومحتاج صبر ومحتاج يعني قوه تحمل انك تفضل قاعد على اللابتوب تتفرج على اعلانات وتتفرج على منتجات وتذاكر كويس قوي.
فبتقعد تنزل وتدور لحد ما تلاقي منتج. وغير كده بقى بتبدا انت تشوف المنتجات برضو اعلاناتها عامله ازاي على تيك توك، وتحاول تشوف الاعلانات الترندنج. انا مش هاخدش في كل التفاصيل ده في الفيديو ده، انا بشرح لك الجايد اللي انت بتمشي عليه او الناس بتمشي عليه عشان تفتح مشروع زي ده. فبعد ما انت قعدت تدور كتير جدا على اعلانات وتشوف ايه الترندنج برودكتس اللي هي موجوده، وبدات مثلا قلت انا شايف ان هو ده احسن منتج انا ممكن ابدا اشتغل عليه، تعال نخش على منتج مثلا زي ده. لقينا الكتريك ميك اب برش. ده منتج في الاخر ان هو بينظف لك كل حاجه الميك اب، او بينظف لك كل حاجه الميك اب. وطبعا احنا عارفين البنات بتشتري اكتر مليون مره من الرجاله اونلاين، وبالذات في امريكا. فده منتج ظريف جدا. ده كده فيديو بالنسبه لك بيوريك المنتج عامل ازاي. طبعا كل اللي هيجي ده بعد كده صور للبرودكت نفسه، والموضوع ابسط مما انت متخيل. يعني انت هنا مثلا شايف سعر المنتج هو ب 10 دولار 78 سنت. نزلت تحت شويه هتلاقي ان الشيبنج فيه 16 دولار، يعني تكلفه المنتج ده حوالي 26 دولار. تعالى بقى ناخد بقى الالكتريك ميك اب برش كلينر، ناخدها كوبي ومثلا نروح على امازون يو اس اي، ونشوف في امازون يو اس اي ده بيتباع بكام. تعال نكتب كده وبعد كده نخش وننزل، لقيناه ب 26 19 في ب 25 21 وهكذا. هتلاقي ان السعر هو نفس سعر التكلفه. هتقول ايه ده الله، طب وانا هبيعه ليه بقى؟ هو مين هيشتري مني؟ وفي الاخر ما ممكن يشتري من امازون. اللي انا عايز اقوله لك ان اي حد بيشتري من اي حته، مش لازم ان هو لو شاف عندك سعر اعلى ان هو مش هيشتري منك، والا ما كانتش تجاره الدروب شيبنج دي اصلا موجوده. وهو بيزنس ب 220 مليار دولار في السنه. فهتلاقي الزبون بتاعك، وكل ده بيبقى على حسب الاعلان. لكن برضه عشان ابقى حقاني، مش كل المنتجات بتبقى بنفس الطريقه. بتلاقي في منتجات كتير جدا سعر التكلفه بتاعتها احسن بكتير قوي من عند امازون، وفي منتجات كتير برضه في نفس الوقت بتلاقي ان سعر التكلفه هو نفس السعر اللي انت بتلاقيه لما يجي يتحط على امازون. فهتلاقي ده وهتلاقي ده، ما عليك غير ان انت تقعد تدور لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت فعلا شايفها مناسبه. فتعالى برضو لسبيل التجربه نجرب منتج تاني. خلينا نقول ان احنا لقينا مثلا الايرنج ده، الحلق ده مثلا، فنفترض ان انت لقيت ان هو طالع ترندنج جدا وبيتباع على بنترست وبيتباع على مش عارف كذا حته، وانت عايز تبدا تعمل متجر وتبيع حاجات ليها علاقه بالجولري. لقينا ايه؟ ان هو ب 72 سنت. هنا الشيبنج فيه 4 دولار، وهنا هتلاقي ان دي كل البلاد اللي انت ممكن تشوف انك تشيب ليها. فهنختار يونايتد ستيتس اوف امريكا. تاني برضو الشيبنج فيه 4 دولار 56 سنت. لو جينا خدنا الكلمه دي بوهيميان سان فلاور هارت شيب ايرنجز مثلا، كوبي، ورحنا برضو على امازون وعملناها بيست، ولقينا حاجات شبهها. هنلاقيها، بص بقى الارقام، 37 14، في حاجات تانية بكام؟ 29 11 16، واشكال تانية كتير جدا. يعني معنى كده برضو ان دي حاجه من الحاجات لو احنا قاعدين مع بعض دلوقتي، لان احنا ممكن نشتغلها عادي جدا. ويفضل انك لما تبدا تشتغل في منتج زي ده، فانت عارف ان تكلفته هنفترض انها 5 دولار، هتقوم انت حاطط سعرها ب 15 ل 20 دولار. وده منتج من منتجات حاجات الجولري برضو، من الكاتيجوريز اللي هي الهلاميه، بتبيع بيع غريب. بعد ما بتخلص بقى وتبدا انت تاخد البرودكت ده وتقول ان البرودكت ده هو ده اللي انا عايز اشتغل بيه، بتبدا عشان تبني المتجر بتاعك. وانا سايب لكم لينك في الديسكربشن تحت دلوقتي حالا. اللينك ده بتاع شوبيفاي. شوبيفاي هو عباره عن شركه بتاسس لك المتجر بتاعك. يعني ايه؟ يعني هو بلاتفورم، بدل ما تجيب حد اي تي يعمل لك كودينج على الويب سايت، دلوقتي شوبيفاي بدولار واحد لمده 3 شهور، وده العرض اللي شوبيفاي عامله، وهتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن بتاع شوبيفاي. دولار واحد لمده 3 شهور، يعني كل شهر تدفع دولار، وبعد كده بتدفع ايجار المحل بتاعك اللي هو 40 دولار في الشهر، وتبدا انك تبني المتجر بتاعك. عندك حاجه من اتنين، لو حابب ان احنا نعمل لك المتجر بتاعك ده موجود، والسيرفيس دي بقت موجوده حاليا، اللي هي خدمه الشوبيفاي ستور كرييشن. وتقدر تخش على الويب سايت، برضه هسيب لك اللينك تحت، تخش على الويب سايت تقدر تشوف كل السيرفيسز اللي احنا ممكن نقدمها لك في حاجه زي كده، او بتبدا انت تبنيه بنفسك، او بتروح لاي فريلانسر تاني يعمل لك الويب سايت. المهم عشان انا قلت لك في الحته الاولانيه ان منتج بعديها متجر. ليه بقول لك متجر؟ لان هو بالنسبه لك ده المكان اللي الزبون الامريكي اللي ما يعرفش عنك حاجه داخل يتفرج على منتج من اعلان انت عامله ويشتري. فلازم الويب سايت يبقى اللي هو بروفيشنال بشكل مرعب. وبروفيشنال بشكل مرعب بما معناه ايه من الناحيه بقى العلميه؟ ان هو يبقى بيرد على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في ذهن عميل عايز يشتري حاجه زي دي في الويب سايت او في اللاندنج بيج. اللاندنج بيج اللي هي الصفحه اللي بينزل الاعلان لما تيجي تتك على اللينك بتاع الاعلان شوب ناو، فيقوم موديك للصفحه دي. اللاندنج بيج اللي هي البرودكت بيج، البرودكت اللي انت عايز تبيعه فعلا. وزي ما انا قلت لك، انت لو اتكيت على اللينك اللي تحت ده هتلاقي زي ما انت شايف على اللابتوب دولار واحد لمده 3 شهور، ساين اب فور ا فري ترايل اند انجوي 3 مانث فور 1 دولار بير مانث. وبعد كده بتاخد ايجار المحل بتاعك الطبيعي. بعد ما بتعمل جزء المتجر الالكتروني بتاعك، بتبدا ان انت تروح تفعل بوابات الدفع. وبوابات الدفع دي عامله قلق طبعا في الشرق الاوسط كله. متكلم عليها في اليوتيوب، متكلم عليها في الكورس بتاعي بطريقه عمليه جدا. وفي نفس الوقت
الوقت بقدم السيرفيس. يعني عندك الثلاث اختيارات، تقدر تشوفها من اي حته اونلاين، تقدر انت بقى وانت بتاخد الكورس هتقدر انت تشوفها من اولها لاخرها، والحاجه الثالثه ممكن برضو انا اعملها لك لو انت مش عايز تدخل نفسك في اي حاجه من الكلام ده خالص. فانت هتلاقي مثلا لو دخلت على الويب سايت بتاعي هتلاقي عندك ايكوم ارك سيرفيسز اللي هي الجزء اللي هو فيه الويب سايت كرييشن، وفي جزء البيمنت جيت واي، وفي جزء الميديا باينج، بس خلينا بعدين. ده بيمنت جيت واي لما تيجي تخش عليها هتلاقي ان انا بقدر ادي لك كل حاجه تتعلق بسترايب، كل حاجه تتعلق بشوبيفاي بيمنتس، بباي بال، بالشركه الانجليزي، اي حاجه انت عايزها. كل ده موجود في الويب سايت لو انت حابب انت تبص عليها وعايز ان حد يعمل لك بوابه الدفع دي. غير كده مجرد ما بوابه الدفع خلصت وبتبدا تعمل لها انتجريشن مع الشوبيفاي ستور بتاعك، بتبدا انت تعمل اهم ثالث حاجه، الا وهي ايه؟ الاعلان. طبعا الاعلان ده هو ليه الحاجه الثالثه الاساسيه في حاجه زي دي، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي هتعرف الناس عن المشروع بتاعك او المنتج بتاعك. واحسن طريقه تعمل بيها اعلان هو ان انت تبقى يعني بتموت نفسك تتفرج على اعلانات على كل حاجه تتعلق بالكومبيتيشن بتاعك. يعني بعد ما انت ذاكرت المنتج كويس جدا، فانت طبيعي انت شفت مين هم الكومبيتيشن بتوعك وتقدر تعرفها بكذا طريقه. لكن في الاخر كل ما الاعلان بتاعك يبقى compelling enough او ميال ان هو يجذب الزبون ويحدد له ايه هي الحاجه اللي هو هياخدها فعلا كفاليو من المنتج ده، كل ما الاعلان بتاعك يبقى احسن. مجرد ما انت عملت الاعلان، طبعا زي ما انا قلت انا عندي شركات كتير جدا بقدر اعمل معاها الاعلانات دي وانا برضو قاعد في بيتي. عندي حل من اتنين، الا وهي ايه؟ ان انا ممكن دلوقتي ان انا اجيب المنتج ده بنفسي وابدا اصور اعلانات انا بنفسي عليه، زي ما في ناس على التيك توك كتير جدا بتعمل، وابدا احط الاعلان ده على فيسبوك ادز مانجر، او اعمل اعلانات على فيسبوك وانستجرام وابدا اشغلهم، او ابدا اخش على ويب سايتس زي ما هسيب لكم برضو اللينك تحت اسمه ايكوم فايرال ادز. وايكوم فايرال ادز زي ما انتم شايفين على اللابتوب كده هو عباره عن بلاتفورم او منصه بيعمل لك الاعلان اللي انت عايزه على المنتج اللي انت عايزه. يعني هم عندهم كميه منتجات لا حصر لها، وفوتج وكرييتيفز وايمجز على كل حاجه انت ممكن تتخيلها. فكل اللي عليك تعمله مثلا انت هتروح تخش على اللينك اللي في البايو وهتبدا انت تطلب اي باكج من دول. عايز مثلا 4 اد فاريشنز، عشان اشرح اكتر يعني ايه فاريشن. يعني مثلا انت عندك اعلان، الاعلان ده لو انت قلت انا عايز 4 فاريشنز، فعاده اللي بيعملوه ايه؟ بياخدوا اول 4-5 ثواني من الاعلان ده وبيغيروه في كل فاريشن. ليه؟ لان الهوك اول 3-4 ثواني هو اهم حاجه في الاعلان بتاعك، وطول ما الاعلان بتاعك ماشي بهوك واحده تاكد ان هو مش هيكمل. عشان كده لازم تعمل حوالي 3 اعلانات لاي منتج انت هتشتغل بيه. وبعد كده بعد ما بتبدا تعمل انت اعلانك ويبعتوا لك الاعلان ده، تبدا تخش على فيسبوك بزنس مانجر، وبعد ما بتخش على فيسبوك بزنس مانجر بتبدا تعمل اعلاناتك وتبدا انت تبيع في الوطن او في المملكه او في المكان اللي انت عايزه. انت بتختار الدوله اللي انت بتعلن فيها الاعلان بتاعك، سواء بقى عايز تبيع في السعوديه، عايز تبيع في امريكا، عايز تبيع في ايا كان المكان. بس طبعا نصيحتي لو انت هتشتغل مع سي جي دروب شيبنج وهتشتغل حاجات من الصين، فطبيعي 100% لازم هتشتغل السوق الامريكي. لكن لو انت عايز تشتغل في السوق السعودي هتلاقي برضه انا متكلم عليه في كذا فيديو، وعندي جزء طبعا مخصص للسوق السعودي كامل لو انت ناوي تخش في حاجه زي كده. غير كده هو ده الفيديو اللي بيقول لك التعريف المبدئي للدروب شيبنج في 2025. مفيش حاجه كتير اتغيرت، اللي اتغير هو السيستمز والبلاتفورمز اللي هي ممكن تكون بتتحاوط مع عمليه الدروب شيبنج كلها. لكن في نهايه الامر عشان محدش يضحك عليك ومحدش يقعد يجيبك يمين وشمال، الموضوع زي ما هو. واحد بينتج منتج ما بيعرفش يسوق له، حضرتك بتيجي بتعمل محل بتسوق للمنتج، بتبيعه لشخص، بتاخد نسبتك وبتدي له تكلفه المنتج بتاعه. كل الحاجات بقى اللي في النص دي شركات كتير بتقعد تتغير يمين في الشمال، ما تشغلكش. المهم ان انت تبقى فاهم السايكل كلها ماشيه ازاي، وهو ده الدروب شيبنج. وهو بيزنس موديل ناجح جدا ما فيهوش اي مشاكل، لكن من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تخش فيها. وخليني ابقى صريح معاك بقى في اخر الفيديو، مش حاجه سهله انك تنجح في المجال ده، واي حد يقول لك ان اسهل حاجه انك ممكن تنجح فيه يبقى بيضحك عليك. لكن هل ما ينفعش؟ لا، الحمد لله بينفع. انا واحد من الناس اللي الحمد لله ربنا وفقني فيهم. كل الناس اللي انت شايفهم دول ناس كانوا معايا في الكورس وبداوا الحمد لله ان هم يبقى عندهم مصدر رزق تاني غير الشغل بتاعهم، او بقى هو ده مصدر رزقهم الوحيد. لكن كل ده بيعتمد اعتماد رئيسي على شغلك واجتهادك وصبرك ومجهودك وحاجات تانية كتير جدا، وطبعا توفيق بتاع ربنا، ودي اول حاجه. فانا حبيت في الفيديو ده بس ان انا اديك معرفه مبدئيه عن ايه هو الدروب شيبنج لو انت ما كنتش عارفها، ولو كنت عارفها فانت اكيد الفيديو ده ممكن ما يكونش مفيد قوي بالنسبه لك لان انت كده عارف الكلام ده كله. بس هو الفكره كلها ان البروسيس نفسها هتفضل هي واحده، لان مفيش اي تغييرات فيها، لكن البلاتفورمز هي بس بتتغير. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.